القاضية أم أمين هي شخصية يا ستي لا، مش ام امين، القاضيه ممكن. مين ام امين؟ القاضية ممكن هي شخصية خيالية ظهرت في المسرحية الكوميدية. أهم حاجة إنك تستمتع باللحظة وتشارك الفرحة مع الأهلاوية. تعال نشوف شات جي بي تي لما نساله على على القاضيه ممكن، في ذكرى القاضيه ممكن هيعرفها ولا هيعمل ايه، ولا هيبقى عارف الدنيا ولا لا. تعالى كده نبدا. أهلا، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ اهلا بيك يا شات جي بي تي، عامل ايه؟ أنا تمام، شكرا للسؤال. أنت عامل إيه؟ انا الحمد لله كويس. عايزين نعرف انت عارف قصه القاضيه ممكن ولا لا، او التاريخ بتاعها والذكرى بتاعتها امتى؟ القاضية أم أمين هي شخصية يا ستي لا، مش ام امين، القاضيه ممكن. مين ام امين؟ آسف على الفترة. القاضية ممكن هي شخصية خيالية ظهرت في المسرحية الكوميدية. لا شاهد ما شافش حاجه. مين يا عم؟ شات جي بي تي ركز ارجوك، ارجوك ركز. انا بقول لك القاضيه ممكن اللي هي في نهاية القرن الماتش. انا كده افكرك، انت عارف حاجه عن نهاية القرن ولا لا؟ آسف على الالتباس. امم أنت تقصد طبعا القضية الشهيرة في مباراة الأهلي والزمالك يا في عيني. نهاية القرن. المباراة كانت في نوفمبر 2001 وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وكانت المباراة مثيرة جدا. كلامك صح، معظمه صح، بس مش في 2001، كانت في 2020. مين بقى جاب الجول بتاع القضيه ممكن؟ انت صح، مباراة القضية ممكن كانت في 2020. اه محمد مجدي قفشة هو اللي جاب جول القضية في الدقايق الأخيرة من المباراة، وأهدى الأهلي الفوز على الزمالك 2-1 في نهائي دوري أبطال إفريقيا. كانت لحظة مشهودة جدا. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا شات جي بي تي لما تركز او لما تركزي. ايوه كده، كانت في 2020. محمد مجدي قفشه هو اللي سجل الجول. عارف بقى قفشه سجل الجول في الدقيقه كام في اخر الماتش؟ وعليكم السلام. قفشة سجل الجول في الدقيقة 85 من المباراة. عيني. كان هدف. صح، كمل. أكيد. إذا عندك أي أسئلة تانية أو حابب كملي تتكلم عنها. كملي اجابه السؤال اللي انا سالته. بالطبع. كان ذكرت قفشة سجل الهدف في الدقيقة 85 من المباراة، وكان هدف الفوز للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 ضد الزمالك. الهدف ده أصبح لحظة مشهورة في تاريخ الكرة المصرية. يا سلام، جميل. الذكرى بتاعته بقى، عندك حاجة أو عندك حاجة نحتفل بيها ونفتكر بيها الذكرى دي؟ نعمل إيه يعني عشان نفتكر الذكرى بتاعت الجون ده؟ والأهلاوية يعملوا إيه؟ مظبوط. ذكرى القاضية ممكن في 27 نوفمبر. ممكن تحتفل بارتداء قميص الأهلي وتشوف أهداف المباراة مرة تانية. كمان ممكن تشارك اللحظة مع أصدقائك الأهلاوية وتفتكروا مع بعض أجمل اللحظات في المباراة. وممكن تتجمعوا وتحتفلوا بمتابعة مباراة للأهلي سواء في الملعب أو على التلفزيون. أهم حاجة إنك تستمتع باللحظة وتشارك الفرحة مع الأهلاوية. والله يا شات جي بي تي عليك كلام جميل والله. هم يعني المفروض يحتفلوا فعلا ويفرحوا، لأنه بيقولوا جمهور الأهلي ما بيعرفش يفرح. مع إن الأهلي النهاردة فرحنا برضو. الأهلي لعب النهاردة مع فريق اسمه استاد أبيجان. هقول لك على معلومات تضيفها يعني عندك. الأهلي النهاردة يوم 26 نوفمبر لعب مع فريق استاد أبيجان وفاز 4-2. فأظن دي كانت لحظة حلوة إننا نحتفل بيها، خصوصا إن ذكرى القضية بكرة. ولا إيه رأيك؟ دي أخبار رائعة. فوز الأهلي النهاردة يعتبر تمهيد جميل لاحتفالات ذكرى القاضية ممكن. بكرة جمهور الأهلي عندهم كتير ليفرحوا بيه. ممكن يتجمعوا في الكافيهات أو البيوت يتفرجوا على المباريات أو يشاركوا لحظاتهم المفضلة على السوشيال ميديا. وأكيد أهلاوي هيفرحوا النهاردة وبكرة بذكرى الجول التاريخي. يعني نحب نشكرك ونشكر مجدي قفشة على الذكرى الجميلة دي. وقفشة يظل الهدف بتاعه خالد وذكرى أيقونية في تاريخ النادي الأهلي، وهدف لا ينسى. شكرا يا شات جي بي تي على مشاركتي هذه اللحظات السعيدة. العفو. كان ليا الشرف
إني أشاركك هذه الذكريات السعيدة، وفعلا هدف قفشة هيفضل في ذاكرة كل أهلاوي. لو عندك أي أسئلة تانية أو حابب تتكلم في أي موضوع أنا موجود. لا شكرا شكرا، اشوفك على خير، سلام. مع السلامة، يومك سعيد. شفت بقى شات جي بي تي اللي بيقول، مش انا، شات جي بي تي اللي بيقول لك احتفل وافرح على السوشيال ميديا او في الكافيهات او في البيوت وشغل اهداف الاهلي وتمزج واسمعها. وبيقول لك كمان النهارده تمهيد للفرحه، تحتفل النهارده وبكره بقى بذكرى القضيه. الف الف مبروك للاهلاويه، 27 نوفمبر 2020 ذكرى لا تنسى، وهدف قفشه في الزمالك القضيه. ممكن يومكم سعيد يا اهلاويه. أهم حاجة إنك تستمتع باللحظة وتشارك الفرحة مع الأهلاوية.